طيب عملوا ايه لما الاختبار قسى عليهم؟ ما كانش عندهم اختيار، يا اما يطيعوا ربنا يا اما يعصوا ربنا سبحانه وتعالى، لكن العاده اخترعوا حل ثالث: الحيله. بعضهم حفر حوض كبير جدا جنب البحر، السمك يدخلوا يوم السبت لوحده يقفلوا عليه ويطلعوه يوم الاحد. احنا ما اصطدناش يوم السبت، هو اللي دخل. وبعضهم ربط السمك بخيط في وتد سابه في البحر يوم السبت وطلعه يوم الاحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر امته من نفس هذا الطريق. قال ايه؟ قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الخطر مش في اللي بيعصي ربنا علنا، لا والله. انت عارفين الخطر في ايه؟ الخطر في اللي بيدور على مخرج. عارف اللي بيعصي ربنا علنا عارف ان هو غلطان، انما في بعض الناس يا جماعه بتدور على المعصيه من خلال مخرج شرعي وهو عارف قصده ايه. انا محتاج قرض بفايده، يا عم ده ربا، لا ده اسمه تمويل. الخمر سموها بغير اسمها، مشروبات روحيه. الغيبه سموها بغير اسمها، تحليل شخصيات. الاختلاط المحرم، لا يا عم ده مش محرم، امال ده ايه ده؟ يقول لك ده زماله شغل. مفيش حاجه يا جماعه اسمها حرام بمسمى تاني بتبقى حلال، لا 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 ابدا. الموضوع نيه، والله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب. القريه اتقسمت 3 فرق. فرقه عصت رب العالمين سبحانه وتعالى علنا عن طريق الحيل، وفرقه فضلت تنصح وتحذر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وفرقه ثالثه يئست وسكتت وما قالتش اي حاجه. الفرقه اللي كانت ساكته قالت للفرقه اللي كانت بتنصح: لم تعظون قوما الله مهلكهم، فردوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. مش شرط يا صاحبي كلامك يغير حد، لا والله، بس كلامك ده عذر بينك وبين ربنا يوم القيامة. ما تبطلش تنصح لأنك حاسس من جواك إن اللي قدامك مش هيسمع، لا لا لا، مطلوب منك تبلغ بالفعل. ليس عليك هداهم، خلاص يا رب أنا مش هكلمهم، لا، إن عليك إلا البلاغ. مش مطلوب منك تجبر حد على التغيير، لا، اللي مطلوب منك انك تتكلم وتعظ وتنصح وتوجه. جاء وقت الحساب وربنا سبحانه وتعالى نزل عليهم العذاب، فجأة اتقطع صوت البشر وتحول لصوت تاني غريب وعجيب. واحد من اهل القرية طلع كده فوق سور يشوف ايه اللي حصل، وفجأة صرخ: يا عباد الله، قردة، والله قردة لها أذناب. وهذا قوله تعالى: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تخيل